أول دوري لكرة القدم في العالم. تم تأسيسه في إنجلترا عام 1888 ويعرف باسم دوري كرة القدم The Football League. بدأت فكرة إنشاء دوري كرة القدم من رجل يدعى ويليام ماكغريغور، وهو مدير نادي أستون فيلا. ماكغريغور لاحظ أن كرة القدم في ذلك الوقت كانت تلعب بشكل غير منتظم بين الأندية، وغالباً ما كانت المباريات تعتمد على المباريات الودية أو البطولات المحلية. في مارس عام 1888 اقترح ماكغريغور إنشاء دوري منظم يضم أندية تتنافس فيما بينها بجدول ثابت من المباريات. أرسل رسائل إلى المسؤولين في الأندية الكبرى في إنجلترا يدعوهم للاجتماع لمناقشة الفكرة. تم عقد الاجتماع الأول في مانشستر، وحضره ممثلو 12 نادياً من مختلف المدن الإنجليزية، بما في ذلك أندية مثل أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز وإيفرتون وبريستون نورث إند. في سبتمبر عام 1888 بدأت أول نسخة من الدوري، وشهدت مشاركة هذه الأندية. كان بريستون نورث إند هو الفريق الفائز بأول لقب دوري دون أي هزيمة. منذ ذلك الوقت أصبح الدوري نموذجاً يحتذى به في جميع أنحاء العالم، وتطورت اللعبة لتصبح الرياضة الشعبية الأولى. ومع مرور الوقت أصبحت كرة القدم جزءاً أساسياً من الثقافة الإنجليزية، وبدأت شعبيتها في التوسع إلى دول أخرى. تم استحداث قوانين جديدة لتحسين تنظيم اللعبة وضمان العدالة بين الفرق، كما تم إدخال التحكيم الرسمي وتطوير نظام تسجيل النقاط لضمان منافسة أكثر عدالة واحترافية. وفي أوائل القرن العشرين بدأت أندية جديدة بالظهور والمشاركة في الدوريات المختلفة، مما أدى إلى توسع المنافسات المحلية. لاحقاً تم إطلاق بطولات قارية مثل دوري أبطال أوروبا التي استوحت فكرتها من نجاح الدوري الإنجليزي. كما أن التكنولوجيا لعبت دوراً كبيراً في تطور اللعبة. أدت التطورات مثل البث التلفزيوني وتقنيات تحليل الأداء إلى جعل كرة القدم أكثر جذباً للجماهير، وأصبحت الدوريات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج رمزاً للنجاح الرياضي والتجاري. اليوم يعد الدوري الإنجليزي أحد أقوى الدوريات العالمية، وهو موطن لبعض من أفضل اللاعبين والمدربين في التاريخ. ما بدأ كمشروع بسيط لتوحيد الأندية أصبح ظاهرة رياضية تجمع الملايين حول العالم.